يا سادة شوف هذه كرام، أخبار قارة آسيا وأفريقيا إن المغرب ستنتقم لتونس وستهزم سوريا وتخرج من كأس العرب. السحر ماله اشتغل. طب ده يرجع لقوة المغرب ولا لضعف السعودية؟ لا، ضعف السعودية. المغرب اليوم كان محظوظ. السحر ماله اشتغل. السحر ماله. أنا قلت لهم تعالوا قلت لهم بالقناة السحر مال. أنا شخصيا بخاف كتير من المغربيين، كتير قوايا وشاطرين، بخوفوا، وإحنا السوريين. أنا بصراحة أنا من وقت ما بدأت متابعة كرة قدم حتى الآن لأول مرة يا أبو حمزة بيجيني هذا الشعور إن أنا بحضر لمنتخب وكأني بحضر لمنتخب أوروبي، وكأني بحضر لمنتخب برازيل، أرجنتين. بصراحة إنه هذا المنتخب ما بيخذلك، لا. حتى بالفئات العمرية. حتى تكلمنا عن الأولمبي، تكلمنا عن كأس العالم، المحل، كل إشي بصراحة. حتى اليوم وانت قاعد تحضر في المباراة أو بتتابع نتيجة المباراة، أنت من جواتك عندي ثقة. حتى بنحضر الركلات الترجيحية توترنا شوي، بس عندي ثقة إنه هذا المنتخب راح يفوز والله العظيم. ألف مبروك للمنتخب المغربي. والله. وإحنا دائما لما نتكلم عن المنتخب المغربي ما نتكلم عن مشروع واضح قدام عينك يعني. حتى اليوم طلع تصنيف الفيفا، المنتخب السعودي في المركز 59 عالميا، المنتخب المغربي في المركز 11 عالميا. فارق كبير. طيب السؤال، متى نصير زي المغرب؟ لما نشتغل صح. لما المنتخب قلنا 100 مرة اللي بيصير ما بين اتحاد الكرة وإشرافه على المنتخب، أنا بالنسبة لي مش مقنع. إلا المنتخب يفصل من خلال إدارة مستقلة. يعني المغرب هم فاصلينه؟ مو فاصلينه يا ابن الحلال، ايش الاختراعات؟ المغرب يا اخي سوي زيهم. اتذكركم المنتخب المغربي بالصف الثالث او الرابع، مش الاول، مش المنتخب الاول لاشرف حكيمي، اوناحي، ايوب الكعبي، سفيان الرحيمي، بنالا، هذول لا، هذول الثالث او الرابع، بس هم يمثلون المغرب. والله تعبنا ونرد نفس الاسطوانه، هاتوا المغربيه، هاتوا جاي المغربي. اتمنى ان شاء الله نشوفه امام سوريا، وان شاء الله نشوف مباراه جميله بين منتخبين الكبار، المنتخب المغربي والمنتخب السوري الشقيق. افتكر انه قلت لك بلاش، انا حذرتك وانت حر. العزاوه والعزاويه تسمعوا معايا هاد السعودي اش تيقول. باش تعرفوا هاد السعودي هذا هو فاش كنت في اللايف كيك هو يقول لك اسيدي يلاه خسرت المغرب، انا نعطيه ايفون 17 ولا ربحت المغرب على السعوديه، هو غادي يعطيني ايفون 17 غادي نجي ليه كيف هو. اسمع اش يقول، اسمع. المنتخب المغربي لن تتأهل الى الدور القادم الا بامر السعودي، لن تتأهل الا بامر السعودي، ولكن نحن لن ندعكم تتأهلوا الا بامر. زيد اخويا زيد نشوف هذا الامر. لن تتأهل معنا ديما مغرب، لن تتأهلون، ستغادرون البطولة يا المغاربة. أول حاجة يا صديقي السعودي، أنت تلعب مع المنتخب الرديف، مالك فرحان؟ الكل ولا يفرح عندما يلعبوا مع المنتخب المغربي. هذا المنتخب الرديف منتخب سكيتيوي، فهمتيني؟ ومع ذلك سنضربكم به وسنكشخكم به وسنكشركم به، فهمتيني؟ أول حاجة في المقارنات، المنتخب المغربي المرتبة الحاضشة أو الطانشة، أين المنتخب السعودي؟ المرتبة 60. فرق. المنتخب السكتيوي حتى بالصف الثانية يسبب إزعاج للمنتخبات العربية في كأس العرب. راح تشوف وجود المنتخب المغربي في المراكز الأولى في أي بطولة ممكن يدخلها. المباراة الجاية طبعا بتكون مباراة فارقة، أتوقع أنها راح تكون مباراة جيدة، مباراة جميلة، بناخذ منها نشوف يعني فنيات تظهر على الساحة. نعم. على الساحة الكروية. أنا أتمنى خسارتهم الجزائر. أنا أقول لك إن شاء الله خسارتهم أمام منتخبنا، مع احترامي وتقدير الجمهور الجزائري. إيه نحن منتخب بلدي، منتخبنا طبعا. إن شاء الله راح نفوز وراح نقول لهم هارد لك إن شاء الله. إن شاء الله نقول للجمهور الجزائري والجزائر هارد لك. الفوز إماراتي بإذن الله تعالى. إن شاء الله. إن شاء الله. أتمنى إن شاء الله التوفيق
لكافة المنتخبات العربية. يميز الجمهور المغربي بشكل عام التيفو، يعني احنا ما نملك هذا في الخليج بصراحة، هذا التيفو اللي في المغرب ما نملكه بصراحة، خاصة بعد كذلك الدخان هالامور تتوقف المباراة، احنا ما عندنا في الخليج، ولكن هذه حلاوة الدوري المغربي باللهازيج. وكذلك حتى لو ما تتابع المباريات او تعشق مباريات الدوري المغربي، الجمهور المغربي الملفت اللي يقول لك تعال تابعني. الجمهور المغربي هو يوجه لك رساله ومنبهات يا المشجع الخليجي والعربي، يقول لك يا اخي تعال تشوف الدوري المغربي بالحضور الجماهيري والمدرجات والملاعب الجديده والاغاني واللهازيج. نتمنى لهم ان شاء الله التوفيق. ندمتي على الفيديو؟ ايوه. انت معروف حاليا في المغرب بزاف والجماهير المغربيه كتداول الفيديو ديالك. الشعب المغربي لهم كامل الاحترام والتقدير للامانه. الكره كتلعب في الميدان ما كتلعبش في سناب شات. حبايب المغرب على عيني وعلى راسي. الفيديو ديالك واش كان مقصود منه استفزاز؟ مقصد الفيديو ابين للعالم قوه المنتخب السعودي لانه راح يواجه افضل منتخب عربي في التاريخ. انا احب الشعب المغربي كله، المنتخب المغربي تستاهلون الفوز، الف مبروك. بوجهه نظري الامانه احقاقا للحق المنتخب المغربي افضل منتخب عربي، منتخب عربي في التاريخ. انا ما راح اصرح قدام الجزائر او اي منتخب اخر، انا راح اصرح ضد افضل منتخب في تاريخ العرب الامانه. يعني عندكم ما شاء الله تبارك الله لاعبين محترفين على مستوى العالم. لعيبتكم كلها كويسين الامانه. المنتخب الاول، المنتخب الثاني، الثالث، الرابع، الخامس كلهم ممتازين. والسبع سهرتوها عرض تدوي وتزلزل الحيور تتلف كوب دي موند ديال لي U20 يمشي يشارك بها بالمنتخب الكويتي الاول، يتقصى بدور المجموعات. الله يجازيك. كاين اخويا حمدي الا تاهل الى لعبها. كيفكم حبايبي اهل المغرب؟ كله تمام؟ جاي احكي معكم بخصوص المباراة بكره بين المنتخب السوري ومنتخب المغرب. اذا ما بتخلونا بكره نفوز، شو راح يصير؟ الصحراء سورية، الطاجين سوري، القفطان سوري، الدقة المراكشية دقة سورية، الكسكسو سوري، كل هذول سوريين. تهديدها راح تنفذ اذا بتفوزوا علينا بكره. شو كمان؟ وبسالة هذه الدراري، وح قرب الى بسالة. كأس العالم نصف النهائي، كأس العرب نصف النهائي، تحت ال 17 سنة تحت ال 20 سنة اديتوا كأس العالم، والكان عندكم، وتبارك الله تصاريتوا على الكرة، بتساليتوا عليها، وخلونا احنا نفرحوا مرة واحدة. الله يحفظكم. هني المغرب بكامل اطيافهم وكامل الاعراق اللي موجوده. نعم صحيح. وكامل الالوان اللي موجوده. المغرب بلد حضارات، بلد تاريخ، فيها اعراق وفيها الوان صحيح. وفيها فيها طوائف وفيها كل شيء، كل الحب لهم والتقدير. اكيد. وعبد الله طبعا علاقته في المغرب علاقه كبيره جدا. انا مازيقي من الامارات بس. عليهم ان يعلموا اننا لن نساوم ابدا في صحرائنا. عليهم ان يعلموا اننا لن نتنازل بقيد انمله، لانه غتكون اكبر خيانه اننا حنا نتفاوضوا او نتساوموا مع الناس او يمكننا نقلبوا على حلول اللي غير مشروعه، وولادنا وديالنا تيموتوا في واحد الوقت اللي ما عارفينش بانهم تيموتوا على والو.